لو فاكر ان ريحة الفم الكريهة سببها بس انك مغسلتش سنانك تبقى غلطان. ريحة الفم ممكن تكون جرس انذار لمشاكل صحية اكبر، وممكن تبقى السبب في ان الناس تبعد عنك من غير ما تقولك ليه. طيب نبدأ من الاول. ايه هي ريحة الفم الكريهة؟ هي ريحة مش لطيفة بتطلع من الفم، وبتكون نتيجة تراكم بكتيريا او مشاكل في الاسنان او حتى امراض جوه جسمك نفسه. طب خلينا نقول ايه هي الاسباب. 1. عدم تنظيف الأسنان واللسان كويس. 2. تسوس الأسنان والتهاب اللثة. 3. جفاف الفم. 4. مشاكل في الجهاز الهضمي زي ارتجاع المريء. 5. أكل أطعمة معينة زي الثوم والبصل. وطبعا رقم 6 التدخين. طب إزاي أنا أعرف إن أنا عندي المشكلة دي؟ ببساطة، لو لاحظت إن ريحة نفسك مش كويسة بعد ما تصحى أو حتى طول اليوم، خصوصا لو لقيت الناس بتاخد خطوة لورا من غير سبب واضح، يبقى لازم تتحرك. طب خلينا نقول ايه هو الحل للمشكلة دي. 1. نظف اسنانك مرتين في اليوم ومعاهم لسانك. 2. استخدم خيط الاسنان علشان تشيل البقايا بتاعة الاكل اللي موجودة تحت اللثة. 3. اشرب كمية مية كتيرة علشان تقلل جفاف الفم. 4. قلل من المأكولات اللي بتسبب ريحة كريهة للفم. 5. مهم جدا انك تزور دكتور الاسنان على الاقل مرتين في السنة. لو جربت كل ده ولسه المشكلة موجودة، يبقى لازم تراجع دكتور جهاز هضمي او انف واذن علشان تشوف لو في سبب داخلي محتاج علاج. وخليني اقول لك ان ريحة الفم مش بس احراج، دي ممكن تكون علامة على مشاكل صحية حقيقية. ولو عايز خطة تغذية تنظف جسمك من جوه وتقلل السموم وتخليك فريش طول اليوم، احجز دلوقتي من اللينك اللي موجود في البايو. ريحة فمك ممكن تفتح لك أبواب أو تقفلها